لو بتدوروا على احدث موديل واعلى خامة واقل سعر يبقى لازم تروح للي فاهم تخصصه صح. النهاردة انا جايب لكم الخلاصة في عالم الفوط والبشاكير. احنا النهاردة عند حد مش بيعمل حاجة في حياته غير انه متخصص في الفوط والبشاكير وبس. يعني هتلاقي عنده تشكيلة اشكال والوان تخطف العين، والاهم من الشكل الخامة. الشغل كله قطن 100%، نفس اللي بنشوفه في فنادق الخمس نجوم وبنفس الجودة. عنده فرز أول للعرايس اللي بيجهزوا وعايزين حاجة تشرف، فرز تاني وده بقى لقطة حرفية لأن العيوب اللي فيه تكاد تكون مش باينة. ولو انت عايزين تعملوا مشروع أو تبدأوا مشروع بربح عالي، المكان ده بيوفر لكم شغل جملة هتخليك تنافسي أي حد. وما تشيليش هم المشوار، الشحن متاح لأي مكان في مصر لحد باب البيت. المكان بسم الله ما شاء الله عنده محل وعنده فرشة كبيرة ومناسب جدا للمصايف وتجهيز العرايس. ركزوا معايا، العنوان ورقم التليفون سبتهم لكم في التعليقات وفي صندوق الوصف. ودلوقتي هسيبكم مع جولة سريعة في الأسعار والأنواع عشان تشوفوا الجمال بنفسكم. حلوه قوي دي. وزنها 350 جرام. شكلها جميل. ايه ده، انت وزن كل حاجه بقى؟ ايوه ما طب انت مش بتبيع بالكيلو، توزنهم ليه؟ لا، في زبون بيبقى يحب عايز يعرف يعرف وهو قاعد في البيت الفوطه دي تقيله انت ولا بتبيع خفيفه. اونلاين؟ يعني هيبقى في شحن؟ في شحن موجود. إيه ده بجد؟ موجود طب حلو قوي، انت ما قلتليش ليه في الاول؟ لا، في شحن. يعني انا اعرف لو كده اكتب اللي فيه شحن. تمام. طب حلو قوي، لان ناس كتير تبقى من محافظات مش بتعرف تيجي. لا تمام. بس عايزه اقول لك الحاجه حلوه قوي بجد. خامة وديت جميلة. دي لسه عيناتها جايه لنا. بس دي صغيره شويه. دي 50 في 90 برضه. بكام بقى؟ دي موديلاتها ايه؟ كل موديل ليه الوانه. بكام دي؟ دي ب 60 جنيه. ب 60. طب لو انا عايزه جمله مثلا بتبقى من اول كام قطعه او تحسبها بكام؟ الجمله من اول كام قطعه وتحسبها ما بكام؟ الجمله اللي هو بيشتغل بقى يعني بيبيع مثلا اونلاين، بيبيع تمام. محل. بتبيع له يعني اقل شويه ولا نفس السعر؟ لا، بيبقى اقل السعر. اقل كام مثلا؟ مش هينفع اقول اسعار تمام. بص دي حلوه قوي برضه. ده شغل عرايسي، ده جميله دي. دي لسه عيناتها جايه. دي قطن 100%. بصوا الظهر قطن والناحيه الثانيه بصوا جميله اهو. ده بكام دي؟ دي ب 60 برضه. بس عايزه اقول لك حاجه، انا الرسومات دي والحاجات دي انا ما شفتهاش عند حد غيرك بقى. ايوه، الشغل ده ماركات. لا انا ما شفتوش عند حد غيرك، يعني انا صورت فوط كتير بس ما شفتش كده. يعني في ناس شغاله في الشغل ده، اما تشوف التيكت هتعرف ده بتاع مصنع ايه. لا هي جميله على فكره. كل الشغل ده انا شايفاه عرايسي حلوه قوي قوي قوي. وده درجه اولى. الفوط اساسا دلوقتي اسعارها غاليه جدا، يعني لما تيجي تجيبي من فرشه الفوط حلوه قوي. الفوطه دي برضه. دول بقى دي فوطه ولا بشكير ولا نص بشكير دي؟ دي نص. نص بشكير. اللي هو بتاع الفوطه دي. يعني انا ممكن اطقم مثلا. بصوا بس الالوان ما بتبقاش زي بعضيها. تمام. ده نص بشكير بس درجه ثانيه. ايه ده، عندك حاجات درجه ثانيه؟ ممكن يبقى فيها عيب زي ده. العيوب دي بتتصلح على فكره. ما انا لازم اقول لك عشان لو حد طبعا. عايز شحن يبقى عارف ان اللي هياخده ده درجه ثانيه. في ناس اساسا الحته دي الدفوطه ده مش هيفرق معاهم. اهم حاجه الخامه دي قطن. كل الفوطه شغاله ما فيهاش حاجه. اهم حاجه الخامه دي قطن 100%. الدرجه الثانيه بقى بكام بقى؟ ده ب 130 جنيه. اما لو كان بيتباع بكام؟ في عندي في المحل منه ب 160 جنيه درجه اولى. يعني عشان درجه ثانيه. طب ما نخليه ب 120 ولا هيبقى ما هيفرق معاك؟ ايه؟ ما نخليه ب 120. هخليه ب 125 عشان خاطر. طيب 125. بصوا درجه ثانيه عشان بصوا هي الحاجات دي بتبقى متنسره. هي دي بس. بصوا يعني كده بس. بصوا البشكير زي ما هو ما فيهوش اي حاجه اهو. يعني ممكن يبقى درجه ثانيه ولا بقى كله؟ هو الدرجه ثانيه بعد دلوقتي. دول بس. هو في شغل تاني لسه جاي على الاسبوع الجاي برضه. تمام. يعني عندك درجه اولى ودرجه ثانيه. والدرجه الثانيه يعني الحاجه ولا متوسخه ولا فيها حاجه؟ لا، هي حاجات زي اللي انت شفتيها دي. دي بس عايزه يعني كلها الفوطه شغاله زي ما في نص بشكير برضه اخف منه. حلو. هو وزن كل حاجه وعارف الميزان. ده ب 110. ده ب 110. ده 70 في 130. فعلا الثاني تقيل. ده اخف منه شويه. بس برضك الناس كلها مش زي بعضها. بس هو لون واحد. اللون ده تمام. ده لون واحد بس. ده لون واحد. حلو ده. ده نص ب 110. و125 اللي هو درجه ثانيه. في منه ساده. يعني بص احنا شفنا الدرجه الثانيه. تمام. الشغل ده بيبقى ماركات. طب والساده هيبقى بكام؟ يعني ما هو نفس السعر نفس الشغل ده الطول. كله بواقي تصدير؟ ده عشان في الحته اللي على الحرف دي بس. يا سلام. لا ما فيهاش اي حاجه. ما بقول لك اللي واخده من البيت مثلا غير اللي واخده العرايس. هو بيعرفكم هو في ايه.
هيبقى بكام بقى؟ ده ب 125. طب ما ده ما فيهوش شغل، ما ننزله شويه ولا ايه؟ في الحته دي بس. او بصوا دي بس. ده نفس وزن التقيل. يعني نفس عشان كده نفس الوزن. بصوا درجة تانية، بس عايزة اقول لكم تقيل وجميل جدا. والحاجات دي بصوا كل الشغل بواقي تصدير، يعني دي فوت يعني فنادق وبواقي تصدير. الشغل حلو قوي ما شاء الله. عنده الجديد وعنده المستعمل منه، وعنده حاجات اشكال حلوة قوي وعرايسي. بصوا انا ما شفتش عند حد الاشكال دي بصراحة.